النهارده جاي أكلمك عن تأثير السوشيال ميديا علينا بنظرة مختلفة عن اللي سمعته قبل كده، وخلّيني في الأول أسألك كام سؤال. هل بقت كل لحظة في حياتك أو في يومك فرصة إن أنت تهرب بيها للسوشيال ميديا؟ وهل بطلنا نفكر في حياتنا؟ يمكن السوشيال ميديا مش بس قتلت الإبداع، يمكن كمان قتلت قدرتنا على إن إحنا نكون مع نفسينا. في الفيديو ده هنكشف الجانب النفسي الخفي في علاقتنا بالسوشيال ميديا. وهنفهم إزاي نرجّع إبداعنا ونستعيد إحساسنا بالزمن وبنفسنا تاني. أنا عارف إن السوشيال ميديا بتلعب بعقولنا إزاي. يعني علم النفس بيأكد إن السوشيال ميديا مصممة على مبدأ التحفيز الفوري، يعني كل لايك وإشعار وفيديو جديد بيشبه جرعة دوبامين. مع الوقت بنفقد قدرتنا على الصبر وعلى الاستمتاع بالحاجة اللي عايزة وقت، زي مثلًا عندك الكتابة، الرسم، القراءة، حتى التفكير الهادي. بقينا نستهلك أكتر ما بنبدع، وده بيعمل لنا جفاف إبداعي. خلّي بالك مش بتخسر بس الإبداع، لأ أنت التركيز كمان عندك كمان بيتدمّر. يعني أنت في دراسات اتعملت في جامعة هارفارد وستانفورد أثبتت إن الناس اللي بتتنقل بين التطبيقات كتير وتركيزهم بيقل وبيحصل لهم تعب ذهني مزمن. لمّا كل دقيقة تيجي لك فيها إشعار المخ ما بيقدرش يدخل في حالة التركيز والهدوء العقلي. عشان كده المخ محتاج هدوء عشان يبدع، مش بيبقى مشتت بشكل دايم، ومحتاج دايمًا إن أنت تبقى مركّز في حياتك وبعيدًا عن كل إشعار بييجي لك وكل حاجة مرتبطة بالسوشيال ميديا. ولو أنت محتاج إن أنت كمان المُخ بيبقى ساعات محتاج إن أنت تشترك في القناة عشان تركّز في اللي جاي وفي اللي فات. تعالَ أكلّمك بقى ونروح لقصة جديدة أو جزء جديد في موضوعنا النهارده، اللي هو يعني أنت تعرف إن الملل مش عدوّك، الملل هو المفتاح. عندنا علماء الأعصاب بيقولوا إن في لحظات الملل اللي بنهرب منها هي اللحظات اللي المخ بيرجع فيها لأفكاره الخاصة. يعني الملل بيخلق مساحة نفسية للتأمل وللتخيل وللإبداع. أنت متخيل ده كله في الملل؟ الملل اللي إحنا بنقول إحنا مملين. لما تسمح لنفسك تمل شوية الأفكار الحقيقية تبدأ تطلع. الملل مش فراغ، الملل هو بداية الرحلة لداخل نفسك. عشان نيجي نعمل عملية لنفسك ترجّع لك إبداعك وتركيزك، تعالَ نتفق على شوية نُقط ممكن تبدأ تعملهم في حياتك. حاول تقعد 30 دقيقة بدون موبايل، يعني حاول تتمشى، اكتب أو فكّر حتى لو زهقت فاعرف إن دي البداية. اعمل حاجة بسيطة، يعني ارسم، فكّر في حاجة جديدة، اعمل تمرين بتحبه. حاول دايمًا على السوشيال ميديا تابع ناس يلهموك مش يحبطوك أو يشتتوك، فلتر المحتوى اللي بتتفرّج عليه. رابع حاجة لمّا تفصل الإنترنت خالص اعرف إنك بتفتح باب لنفسك والعالم أعمق لعقلك. وفي النهاية أحب أقول لك إن السوشيال ميديا مش شر، لكن إحنا بنسيبها تسحبنا بعيد عن نفسنا. ارجع لنفسك وللهدوء وللإبداع وهتشوف قد إيه عقلك لسه مليان بالإبداع. ارجع فهِّم ولادك بطريقة بسيطة اللي سمعته في الفيديو ده، لإن أولادنا متعلقين جدًا بالسوشيال ميديا. وشاركني في الكومنتات إيه أكتر وقت بتحس فيه إنك فعلًا مبدع. لو أنت وصلت لنهاية الفيديو حابب أعرّفك إن الفيديو اللي جاي هنتكلم عن طفلة كسبت ملايين من ورا لعبة. استنى الفيديو اللي جاي وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان الفيديوهات اللي جاية عالية. وادخل القناة شوف الفيديوهات اللي قبل كده وأنا واثق إنها هتعجبك جدًا. وأشوفكم في الفيديو القادم.